معنا الآن الأستاذ عبد اللطيف. ايوه يا ابو عمو. أهلا بيك يا أستاذ عبد يا ابو اللطيف. عمو، أهلا بيك. كيف حالك؟ انا الحمد بشكر لله. قناه الجزيره اللي بتقول الحق. أهلا بيك يا حاج. دلوقتي يا ابو عمو، حكايه التاجيل الامتحانات ده هي العالم ده هم فشله. دول عايزين يعملوا ايه؟ عايزين ياجلوا الامتحانات عشان الطلبه اللي هم ايه هيتظاهروا. ويقعدوا الجماعه اللي هم دول ايه اللي بتوع الحكومه اللي بيضربوا في الولد دول هم. فكده كويس عشان ما يموتوهمش. كويس. انا اقول لك على معلومات احسن من كده. خد يا ابو عمو، دلوقتي دول هم عندنا احنا هنا في مصر. بلطيم دي هي تحت منها غاز يكفوا مصر 100 سنه. هم بيتوهوا الناس ليه؟ يقولوا قرارات تأجيل، قرارات مش عارف ايه. طب اقول لك تاني، خد يا ابو عمو، فين الشركات اللي هترمي البترول من مطروح لحد سيوه بيرموها للسفن في البحر؟ انا كنت شغال في الشركه دي. الشركه دي بتودي البترول ده فين؟ مش اخر مصر برضك. هم بيتوهوا العالم ليه؟ ان احنا نفضل في الفقر ده والمشاكل دي لحد متى؟ كفايانا يا عالم، احسن احنا تعبنا واتخنقنا. انا قلت لك من كام يوم احنا عايزين نعمل الناس اللي هتتظاهر دي تجيب مليونيه الكل طفح. خلاص احنا كنا طفح من الكذب بتاع العالم. اولادنا يموتوا، الناس بتترمل، الاولاد يتيتموا. كفايانا يا عالم، احسن احنا تعبنا. احنا هنا في الصعيد العالم اتفجرت من الناس دي. الحكومه الفجريه، حكومه مبارك الفجريه، كفايانا يا عالم الكل طفح. انا عايز الخير بتاع مصر رايح فين؟ الحد ميت هيسرقوا البلد، الحد ميت البترول ده سرق. يا عالم فوقوا بقى يا شعب مصر اللي فوتوا السيسي، الله ينتقم منكم. كفايانا يا عالم، هاتوني انا على الجزيره وهنقول لكم معلومات، كل المعلومات الخير بتاع مصر رايح فين. طب قول لي يا حاج عبد اللطيف. حاج عبد اللطيف، ايوه يا ابو عمو، انت قلت لي عايز تعمل مليونيه اسمها الكيل طفح، صح؟ الكل طفح يا طيب ابو عمو. هتاخد هتروح للسلطات وتاخد اذن بالتظاهر ولا لا؟ يا من مين ناخد يا ابن عمي؟ قول لي بس. من ناس خدت الحكم بالدراع، من ناس خدت الحكم بالعافيه وضيعت الانتخابات، قولوا نعم تاني. نقولوا نعم لمين تاني؟ الناس نصابه. احنا اتنصب علينا، وقفنا بالطوابير 5 نبات، ووقف تاني اتنصب علينا تاني لحد ما تاني بتاعك على الشعب المصري. كفايانا يا ابو عمو، احنا تعبنا والشعب المصري تعب. شكرا لك. شكرا لك الحاج عبد اللطيف.